الأهلي يشكو رابطة الأندية واتحاد الكورة للجنة الأولمبية. طبعا الناس اللي مش فاهمة تابعوا معايا عشان تعرفوا الأحداث اللي حصلت في الآخر. الأهلي النهاردة على حوالي الساعة 12:30 ولا الساعة 1 نزل قرار إن هو بعد الاجتماع مع أعضاء النادي وأعضاء مجلس الإدارة ومحمود الخطيب خدوا إن هم يعملوا إيه؟ هيشتكوا اتحاد الكورة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية. اللجنة الأولمبية بعدها على طول نزلت قرار إنها هتشوف الموضوع ده. بعد ما نزلوا والأهلي نزل القرار بتاعه على طول اتحاد الكورة أو رابطة الأندية نزلت وقالت لك إيه؟ الأهلي خسر 3 نقاط باعتباره منسحب من مباراة الزمالك واتخصم له 3 وخسر 3 والزمالك خد 3 نقاط. ده بعد إيه؟ بعد الأهلي ما نزل القرار بتاعه. الأهلي يسكت؟ لأ، طلع قال لك أنا بعترض على الانسحاب عشان أنا ما انسحبتش. أنا دلوقتي قلت عايز حكام أجانب وما جاليش، فاللي هو أنا ما انسحبتش على حاجة وما اتحققتش أو ما اتنفذتش، وأنت أصلا يعني ده قانون موجود إن أنت هتلعب بحكام أجانب فما جاتليش. واللي هو انتوا قلت لكم لو انا مش هلعب بحكام اجانب انا مش لاعب. ليه؟ عشان ما يحصلش اللي بيحصل والعك اللي بيحصل والحكام ده مش عارف ايه وتقول له ده حاسب له وده مش عارف ده بالجامل وده مش بالجامل والعك اللي بيحصل ده كله. ده امتى؟ دي بعد ما رابطة الأندية نزلت. طبعا احنا لسه متابعين ولسه مستمرين ومستنين قرار اللجنة الأولمبية هترد وتقول ايه. الأهلي ماشي صح، كلنا في ظهر النادي وكلنا بندعمه، ونسيبنا من العك ونسيبنا من الناس اللي بتقول لك ده الخطيب. انا الخطيب ليه حق بس احنا كان نفسنا. سيبك من الكلام ده كله، دلوقتي ورا ناديك وبتدعم ناديك وبتشجع ناديك، فان شاء الله الخطيب يفضل. معلش هنا كل حاجه مدروسه وكل حاجه بالقلم ورقه او لا تمام. مش الاهلي اللي في الاداره بالذات حد يجي يعلم عليه. فتابعوا معايا بقى عشان تعرفوا الاحداث الجديده ان شاء الله.